هذا فيه تفصيل إذا خفي منهجه، لكن كان ينشط في سره، وهو أظهر السكوت والنأي عن الفتنة، وقال أنا لا أتدخل في الظاهر لكن في الباطن له نشاط رهيب. وقد قال الأوزاعي وذكر ضابطا سلفيا في ذلك، قال من أخفى علينا سريرته لم تخفى علينا ألفته، فهذا يمتحن ويسأل عنه. ولعل هذا الصنف من أخطر الأصناف، لأن الذي يتميع أو يتسعفق أو يتفركس هو جاهر بمنهجه تحترز منه ابتداء. أما هؤلاء اللاعبون المتلونون المراوغون بل الكذابون الذين يتظاهرون يعني الفتنة، وأننا نتوقف، وأن كلا الطرفين عندهم أخطاء وغيرها من اللغات التي يلقونها، هؤلاء أخطر، لأن هؤلاء يغرون الشباب، يتظاهرون بالإنصاف، يتظاهرون بالعدل، بل يتظاهرون بالعلم وهم أبعد الناس عنه، فيغرون الشباب كما فعلها المأرب الصغير. انظر كم أوقع من الطلبة في حباله، كان يتظاهر بالسعي لعقد المجلس ووأد الفتنة وإطفاء نارها، كان يتظاهر بهذا، ثم مشى خطوة خطوة وتدرج درجة درجة، بعدها ولا يغمز ويلمس، ليس هناك تمييع وليس هناك حدادية، إرضاء الطرفين، ثم تطور أكثر فأكثر، ليس هناك تمييع. لما وجد أدلة من اتهمهم بالحدادية أو اتهموهم زورا ظلما بالحدادية، أن أدلتهم واضحة لائحة صريحة فصيحة، وضعف جانب التمييع وظهر للعلن، وصار لا يدافع عنه إلا من كان هو مثله في التمييع مكابرة وعنادا، على حد قولهم عن زول طارت. وإلى هل يختلف السلفيان أن قاعدة دعاة لا قضاة قاعدة إخوانية باطلة فاسدة؟ لا يختلف السلفيان ولا يتنازع فيها خصمه. ثم تدرج وخرج للعلن ورفع راية التمييع وزاد عليها قواعد مأريبية، وجعل الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج وغيره من الطوائف الضالة المضلة من الفرق 73. الخلاف بينه وبين أهل السنة في الجزئيات، في بعض الجزئيات المعتقدات قد يختلفون في بعض المعتقدات. فانظر كم وقع في حباله، والذين أوقعهم هم كانوا مثله، يعني كل يرجع إلى أصله وطبعه، فالتميع كان في جذورهم، كان في طبعهم، وحال كما جاء في المثل السائر وفق شن طبق، فوجدوا متنفسا من يتكلم بلسانهم ويدافع عن موقفه، ولهذا هرولوا إليه. ثم أنت راكم أمام أمر الواقع، لما دخل العنق الزجاجة، بل أدخل عنق الزجاجة جرهم معه، لأن كلهم في عنق الزجاجة، ومن يخرج من عنق الزجاجة؟ كل من أدخل يده لإخراجه حصلت يده داخل والحق به. كيف بدأ؟ انظر هذا التدرج، لم يفصح، بالعكس، حتى كثير ما كان يقول أنا على منهاجه، وحتى بعض المشايخ اغتر به وقال أنا على منهاجه وأنا موافقه، ليس هناك حدادية، ليس هناك تمييع. يا قوم، إذا لم يكن هذا تمييع فليس في الدنيا تمييع، ليس في الدنيا تمييع، وقلناها صريحة فصيحة. والله لأن يعذر لهذا الرجل رأس التمييع فيعذر للحلبي والمأربي أولى وأحرى، لأنك إذا وضعت الحلبي في كفة وضعتها في كفة تتطاير. الذي البعض صنفه من العلماء وإن كان بالغ في ذلك،
وكانت له جهود دعوية هو المأربي، لكن لما زاغ طبقت في قواعد السلف. طيب هذا مش أن عنده صفات حتى يستثنى عنه. احنا عندنا قاعدة شرعية، إذا استثنينا شيئا من قاعدة كلية لابد أن يكون له وصف، أو الشرع مش عبث فيها تستثني بما يحل لك. الاستثناء منضبط، بمعنى إذا قلت هذا مستثنى من قاعدة كلية لابد أن يكون هذا الاستثناء لوصف أوجب هذا الاستثناء، ثم هذا المستثنى يندرج في قاعدة أخرى. يندرج. كيف أنا استثنى هذا من التمييع وهو رأس التمييع؟ رجل يقول قاعدة الدعاء لا قدرة أنا أعتقدها وأعمل بها، وراوغ وكذب وخادع أتباعه وقال تبت، والحمد لله أن الله بصرنا بحاله وقلت إنه لم يتب بل يتلاعب، وصدقت فراسته أنه يتلاعب، حتى أخرج إخواننا الزمخشري شهادتهم وسمعوها من فيه إلى أذنهم ووعاها قلبهم أنه قال أنا قلتها من باب التنازل وأنا أعتقدها. ولما بلغوا هذا الكلام للمأرب الصغير استنكره وكاد أن يكذبهم لولا أنهم كانوا في جماعة، ونفى هذا الكلام. يا قوم يا رجل، أنا هل حملك التمييع إلى هذه الدرجة تنكر أنت في البديهيات وترد أخبار المتواترة وأخبار المستفيضة؟ جماعة وليس بواحد، كلهم سمعوا منه من فيه إلى أذنهم ووعاها قلبهم، تقول تشكك في أخبارهم تعصبا وانتصارا لذياك رأس التمييع. الحاصل أني ذكرت لك مثالا على التدرج. هؤلاء الذين يزعمون التوقف ويزعمون السكوت وأن هذه فتنة وأن منهج الردود يفرق. نعم يفرق بين المميع وبين المتبع، يفرق بين السلفي وبين الخلفي. إذا كان صار منهج الردود يفرق فنعم التفريق، كما أن المنهج السلفي أيضا اتهم بالتفريق أنه يفرق. نعم يفرق بين الحق وبين الباطل. هذا الصنف لا بد أن تكونوا على حذر منه. وأقول لك إذا كنت تحذر وتحذر من مميع مرة فاحذر هؤلاء 1000 مرة.